السلام عليكم اعزائي المشاهدين. انا بقالي فتره بجرب موبايل، انا باكد لك زي ما مكتوب في التايتل انه مش مع حد تاني ولا هيكون مع حد تاني. تقول لي ايه ده يا عم، انت جاي تكلمني على موبايل ما بيتباعش ولا ما اتعملش ولا ايه؟ اقول لك لا، اتعمل وبيتباع وهيتباع، بس مفيش اتنين هيكون معاهم نفس الموبايل. من زمان، يمكن من 2016 ساعه ما تم اطلاق اول موبايل من سلسله البي من هواوي، واحنا دايما معلمين السلسله دي بان هي دي يعني من الاخر بتسبق موبايلات كتير، بترسم الطريق اللي باقي الفلاج شيبس وهم بيمشوا عليه. يعني ابسط حاجه البي 9 مثلا، ده كان اول موبايل يتعمل فيه كاميرات بعدسات من لايكا، وشركات كتير جت بعد كده حاولت تعمل نفس الحاجه، وهكذا بقى مع سلسله البي عموما. يعني افتكر ان السلسله دي كانت واخده موضوع التصوير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كانه تحدي، اللي هو لا ما حدش هيعلي علينا. زائد مثلا ان البي 20 كان اول موبايل يجي بتبريد ايرو سبيس عشان يحافظ على درجه حراره الموبايل في وقت كانت الشركات فيه بتولع في الموبايلات. المهم مش ده موضوعنا دلوقتي، الموضوع دلوقتي في التحفه الفنيه دي، الهواوي بي 60 برو، احدث واقوى اصدار من سلسله البي لغايه اللحظه دي، واللي توفر فعليا بشكل رسمي في الامارات. وخليني ابدا باني اوريك التصميم عشان ده هيفهمك ليه محدش تاني هيبقى معاه الموبايل ده. تصميم الظهر بتاع البي 60 برو اسمه روكوكو بيل، وده تصميم للتكستشرز اللي على الظهر، معمول بطريقه تخلي كل موبايل مختلف عن التاني. مش هتلاقي موبايلين بي 60 برو بنفس الشكل من ناحيه الظهر. الموبايل ده هو اللي تم اختراع الكفر الشفاف ليه عشان بس يعرض التحفه الفنيه اللي على الظهر. والماتيريال بتاعت الظهر هو من الازاز، بس بيديك كده ملمس ميكس بين الازاز والسيراميك بسبب النعومه بتاعت الظهر. والذ حاجه بقى ان الديزاين بتاع الظهر مش هيتغير معاك. الظهر بتاع الموبايل انتي فينجر برينت، مش هتلاقي بقى بصمه صباعك هنا ولا هنا وشغل السجل المدني ده. في موبايلات ناقص تطلع لك فيش وتشبيه من كتر ما بتبصم، بس ده مش نفس الوضع هنا نهائي. تصميم الكاميرا كمان في حته تانية، انت مش محتاج غير انك تمسك الموبايل بالعرض، بقى معاك كاميرا دي اس ال ار خلاص، بسبب التصميم بتاع الكاميرا اللي هواوي سمته اي اوف لايت. يعني ده شكل الكاميرا الدي اس ال ار، وده شكل الكاميرا بتاعت موبايل هواوي لو ركزت في الجزء بتاع الكاميرات لوحده. دي اس ال ار كشكل وكنتيجه، بس دي هنخليها بعدين. يعني شوف، حتى في كرياتيفيتي في الكاميرات، يعني مش عدد كاميرات وخلاص، لا هو عملها لك بشكل في حد ذاته، وكان ناقص بس يضيفوا زرار الشاشه. بالنسبه للشاشه بتاعت الموبايل فهي بمقاس 6.67 بوصه وبتردد 120 هرتز ال تي بي او كواد كيرف ديسبلاي. هواوي قررت من تاني انها ترجع الكورنرز الكيرف كده بسيط، بس يفرق في مسكتك للموبايل واستخدامك ليه بشكل عام، خصوصا انهم كسوفت وير بيعرفوا يستغلوا الكيرف ده كويس جدا. ده غير ان وانت بتلعب الموضوع بيختلف تماما. من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الموبايل برضو هو توزيعه البيزلز او الفريم اللي حوالين الموبايل، السيمتريه اللي هنا اللي مخليه كل الفريمز بنفس السمك، مخلي الموضوع مريح نفسيا جدا. واحلى حاجه ان الشاشه هنا زي ما قلت لك ال تي بي او، يعني التردد دايناميك، ودايناميك بجد، مش اللي هو 60 و90 و120، لا انت على حسب استخدامك للموبايل التردد هيتغير من 1 ل 120، وده مدى واسع جدا يخليك تستخدم الموبايل وانت مطمن، خصوصا من ناحيه البطاريه. والزياده انك هتبقى مطمن كمان على عينيك، لان الموبايل ده عليه علامه تي او في، يعني من الاخر معتمد ومضمون انه مش هيضر عينك حتى مع الاستخدام المطول. ليه هتستخدمه وقت طويل؟ بسبب ان الشاشه جامده. الشاشه يا جدعان قصه، كفايه ان اللي انت بتشوفه هو بنفس الوان اللي انت بتشوفه. لا مش فاهمني، يعني لو انت بتتفرج على فيديو وليكن في درجه مثلا من الاخضر، هتشوف نفس الدرجه دي على الموبايل، مش مثلا الساتوريشن بتاعها اعلى او اكسبوجر اقل او هو نفس الدرجه بالظبط. والحاجتين التانيين كمان اللي بيحموا عينيك هو تردد ال 1440 هرتز بي دبليو ام، خصوصا في الليل او في الضلمه عموما. يعني اللي احنا كنا نعرفه زمان ان على حسب الاضاءه اللي حواليك الموبايل بيغير اضاءته، دي معروفه ما فيهاش حاجه. بس شاشه هواوي اكس ترو ديسبلاي بتغير في المحتوى المعروض نفسه، سواء من ناحيه الاضاءه او تشبع الالوان او فساعتها انت بتكون شايف كويس ومطمن على عينيك، مش مجرد ان انت غيرت مستوى الاضاءه وخلاص ونور اعلى ونور اقل. وعشان تطمن على الموبايل فالشاشه محميه بطبقه كونلينج جلاس، وده الازاز اللي بتستخدمه هواوي في حمايه موبايلاتها، وده قوي بالمناسبه. وبالنسبه لمقاومه الميه فالموبايل بيقاوم الميه بمعيار اي بي 68، يعني بيديك تقريبا متر ونص تحت الميه لمده 30 دقيقه. واحس اننا قلنا تحت الميه و30 دقيقه فانت مش هيقع منك وتسيبه 30 دقيقه، يعني انت اكيد هتقعد 30 دقيقه تصور. فده ياخدنا لايه بالظبط؟ التصوير. وخليني ابدا بالكاميرا التليفوتو. بالنسبه للكاميرا التليفوتو في البي 60 الترا فيمكن الكاميرا دي بتديك احسن نتائج لكاميرا تليفوتو في مستويات الاضاءه الضعيفه. الفكره في ايه؟ ان اللي كان بيحصل قبل كده ان الواحد يقف بعيد ياخد شوت، الله شوت جميل، زوم ان واحد بس وتلاقي الدنيا كلها بقت بكسلات ومش هتعرف ايه اصلا اللي انت كنت مصوره. ايه بقى اللي اتغير؟ اللي اتغير هو الالترا لايتنينج تليفوتو كاميرا معموله مخصوص عشان تمتص اكبر قدر ممكن
ممكن من الصوره وتحافظ على التفاصيل بتاعه الصوره بغض النظر عن المسافه اللي بينك وبين الشيء اللي انت بتصوره. يعني مثلا وانت بتصور مبنى او حاجه وباين جنبها القمر، ففي مود اسمه مون مود. المود ده مبدئيا مش هيتاكتف غير لو وصلت ل 10 اكس زوم. والحاجه الثانيه بقى ان انت اللي بتحدد بطريقه تصويرك هل عايزه ولا لا، لان زي ما قلت لك كده على حسب الزوم بتاعك المبنى مثلا اللي بتصوره هيكون واضح والقمر برضه هيكون واضح، بس الفوكس الاكتر على ايه بيعتمد على المون مود. كمان في ميزه تانية انا شايفها مهمه جدا بصراحه، الانتي شيك سنسور روتيشن. والميزه في الميزه دي بقى حاجتين، اولا انها للصور مش زي زمان كان مجرد استابلايزر للفيديوهات وبيقلل الكواليتي بتاعها. تاني حاجه انها ما بيفرقش معاها ظروف الاضاءه، يعني حتى لو بتصور لقطه واحده لجسم متحرك في اضاءه ضعيفه الصوره مش هيبقى فيها بلور. يعني خليني اوريك ده بنفسك. بالنسبه بقى للكاميرا المين الاف 1.4 الالترا لارج فيزيكال ابتشر ب10 مقاسات مختلفه، والمقاسات دي انت مش محتاج تبقى بروفيشنال عشان تستخدمها. هو الاوتو مود اصلا ووفقا للظروف اللي انت فيها والزوم اللي بتعمله بيتنقل ما بين الاف 1.4 لاف 4. لكن لو انت بقى راجل بتاع تصوير وعايز تاخد اللقطه بتاعتك بنفسك فالبروفيشنال مود بيخليك تتنقل بين 10 مقاسات مختلفه حسب انت عايز تفوكس على ايه وتبين ايه وهكذا. يعني مثلا في حاله زي دي لو بورتريه مثلا هتستخدم الفتحه الاكبر تديني خلفيه متبلوره والفوكس على الاوبجكت او الشخص اللي انا بصوره. عايز اخد صوره بقى فيها كذا حد مثلا بستخدم الفتحه الاصغر فكله يبقى واضح سواء فور جراوند او باك جراوند. بالمناسبه بقى في ميزه عجبتني جدا الا وهي السوبر لو لايت تليفوتو ماكرو. ايه السوبر لو لايت تليفوتو ماكرو؟ ايه الاسم ده اصلا؟ الاسم ده يا معلم نتائجه اعجاز علمي. نتائجه عباره عن انك تكون واقف بعيد وفي مكان اضاءته مش عاليه بس هتاخد حته صوره. انت مش محتاج تقرب عشان تاخد ماكرو وتلزق في الاوبجكت ومسافه 2 سم اللي بتقعد تعدهم وبتاع، لا انت في مكانك العنصر في مكانه صور بس كده. بس ده لا يعني ان الموبايل ما بياخدش صور واقعيه. الفكره في الصوره انها توريك اللي انت شايفه مش توريك حاجه وانت شايف بعينيك حاجه تانية. قصه بقى الجماليات والتعديلات وكده دي بتيجي بعدين، بس الاهم ان الصوره تكون زي ما انت شايف في الواقع. فانت معاك فيتشر اسمها الاكس ميج برايمري كولر مود، ودي مهمتها انها توريك الاوبجكت في الصوره زي ما انت شايفه بعينيك من غير لعب في التفاصيل ومن غير اي تدخل. بس في مفاجاه ان عشان تشوفها زي ما انت شايفها هي اصلا محتاجه تدخل، وده اللي بيعمله الاي اي تكستشر انجن. وانت بتقدر اصلا تعدل كل حاجه في الصوره ان ريل تايم، يعني من الاخر هتاخد اللقطه اللي انت عايز تشوفها. بس ده كله بيتطلب حاجات كتير اولهم بطاريه قويه، وبصراحه مفيش تقصير في الحته دي. البي 60 برو بيجي ببطاريه بسعه 4815 ملي امبير بقدره شحن سلكي 88 واط ولا سلكي جامد بصراحه 50 واط. ال 88 واط دول اسمهم السوبر تشارج تربو مود. انا وانت عارفين ان هواوي من اقوى الشركات اللي بتقدم موبايلات ببطاريه قويه وبسرعات شحن عاليه، وده اللي حصل فعلا في الموبايل ده. انت بالظبط في 10 دقائق تقدر تشحن البطاريه لغايه 50%، وده مش الكلام الادفرتايزد، لا ده حقيقه 10 دقائق ب 50%. وكل اللي انت محتاجه انك تفعل التربو مود بانك تدوس على الايقونه دي لمده ثانيه عشان لو مزنوق في مشوار ولا صحيت الصبح لقيت الموبايل بطاريته فاضيه 10 دقائق بس تكون لبست والموبايل يقضي معاك تقريبا نص اليوم مستريح. وفي ميزه في الموبايل ده يمكن ما لقيتش شركات كتير عندها الجرأه انها تتكلم فيها، وهي عمر البطاريه كعمرها عموما مش اللي هو الاستخدام اليومي. هواوي بتقول لك ان بفضل تقنيه اسمها هواوي باتري كير تكنولوجي فعمر البطاريه بتاعه الموبايل ده تقعد 5 سنين. 5 سنين بمعدل شحنه في اليوم ب 2000 دايره شحن كامله، وده رقم مهول. لو تفتكر انا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن ازاي تحافظ على بطاريه موبايلك وكنت اتكلمت عن جزئيه دوائر الشحن دي تحديدا، فممكن تشوف الفيديو ده من هنا واديك عارف دلوقتي ان البي 60 برو بيستحمل لغايه 2000 دايره شحن. بالمناسبه صحيح علبه الموبايل بيجي فيها شاحن، فالموبايل اوريدي بيجي بالكيت بتاعه السوبر تشارج. لا ومش بس كده، الشاحن المره دي عجبني بصراحه. هو في منفذين يو اس بي تايب A ويو اس بي تايب C عشان تقدر تستخدمه في اي مكان باي كابل، وتقدر تستغله كمان مع اي جهاز تاني في نفس الوقت. وقبل ما اروح لاخر حاجتين ففي حاجه اهم بكتير، الاب جاليري. لو ما تعرفش فالاب جاليري في الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده فيه تقريبا اي تطبيق ممكن يجي في دماغك. ولو ما تعرفش برضو فمشكله جوجل مع هواوي يعتبر اتحلت خلاص. اي تطبيق من تطبيقات جوجل او تطبيق عموما بتستخدمه بشكل اساسي او مش اساسي هتقدر تلاقيه على ستور اب جاليري وتنزله بدوسه، سواء بقى سبوتيفاي، واتساب، جوجل مابس، انستجرام، اي حاجه، اي تطبيق انت ممكن تحتاجه هتقدر تلاقيه في الموبايل ده. دي كانت الحاجه المهمه. الحاجه المهمه الثانيه بس اقل اهميه سيكا واكثر جماليه سيكتين هي 3D ويذر
AOD او الاولويز اون ديسبلاي، ودي فيتشر هواوي قدمتها مع الام يو اي 13.1. خدت الاي او دي في حته تانية. العادي ان الشركات بتحاول تديلك شكل 3 دي، مش عارف الكره الارضيه، تقعد تعمل حركات. هواوي سابت الكلام ده كله وخلت الاي او دي ليه فايده فعلا، وهي انها هتكون مربوطه بالويذر او الطقس بشكل 3 دي برضو، بس لطيف جدا بقى. يعني الدنيا بتمطر هتلاقي مطره، الدنيا شمس هتبقى شمس، وهكذا. ده طبعا جنب انك تعمل اللوك سكرين بتاعتك، بس الاهم هي الخلفيات بتاعه الجو دي. انا عجباني جدا الحقيقه، هتوفر كتير ليا شخصيا، بدل ما واحد بيصحى يفتكر الجو برد يطلع حر او العكس وهكذا. المهم ما ندخلش في مواضيع شخصيه. البي 60 برو من هواوي في رايي واحد من احسن الفلاج شيبس اللي موجوده واللي هتنافس بقوه السنه دي. موبايل يعتبر متكامل الحقيقه، هو متوفر دلوقتي في الامارات ومتاح للطلب المسبق. تفاصيل السعر وتجيبه منين ولازم منه هسيب لك لينك في الديسكربشن تحت، هتعرف منه كل حاجه. فوتني بعد.